اشترك في القناة وفعل خاصية الجرس لكي يصلك الجديد. يبدو أن الجارة الشرقية مصدومة بعد بداية أشغال مد أنبوب الغاز الرابط القاري بين المغرب ونيجيريا وصولاً إلى السواحل الأوروبية، الأمر الذي زاد من حدة التوتر تجاه المغرب. وقالت مصادر مطلعة إن الأشغال ستنطلق الأسبوع المقبل بإعادة تهيئة الأنبوب الرابط بين حقل إسكرافوس وميناء لاغوس، وأن المرحلة الأولى ستشمل كذلك عمليات التركيب في سواحل البنين والطور وغانا، على أن يبدأ الشطر الثاني في مستهل يوليوز المقبل. وأوضح الموساوي العجلاوي الأستاذ المتخصص في القضايا الإفريقية والعربية أن سبب قلق الجارة الجزائر من مشروع أنبوب الغاز هو تكريس دخول المغرب إلى مجموعة دول غرب أفريقيا، الأمر الذي تفسره الجزائر بأنه مخطط يهدف إلى عزلها، خاصة بعدما تقدمت موريتانيا بطلب العودة إلى سيدياو.